كل واحد فينا بيستقبل الكلام بطريقة غير التاني. كل واحد فينا عنده الشبكة اللي كنت اتكلمت عليها قبل كده في فيديوهات قبل كده، بتستقبل وتفلتر الكلام وتأيفه. وخدوا بالكم عشان هرجع للجملة دي تاني، وتأيفه على مزاجها على حسب ما هي المنظومة بتاعة تفكيرها بتستقبل الكلام دوت. ازاي؟ خلينا النهاردة نتكلم عن حاجة جديدة في موضوع استقبال الكلام. انا بستقبل الكلام من ناس كتير، بس في ناس دايما بتستقبل الكلام على انه لوم. ليه بستقبل الكلام على انه لوم؟ غير انه هو لوم من الاهل ولوم من المجتمع ولوم من التربية اللي انت نشأت فيها، كمان انت كشخص ما اخدتش وديت مع نفسك في اللوم دوت. ايه اللي بعمله غلط علشان بستقبل اللوم؟ خلينا الاول اقولك ازاي بتستقبل الكلام غلط. اول حاجة اني اكون بتعامل مع شخصيات مختلفة، دي اساسي. انت بتتعامل مع شخصية هي اصلا شخصية ساخرة، فكل الكلام اللي بتقوله هي بتتكلم طول الوقت او بيتكلم طول الوقت بطريقة فيها شوية من الهزار او الضحك او التريقة. ده اول شخصية. الشخصية التانية انك تكون بتتعامل مع فعلا شخصية لوامة، وكل ما انت بتعمل حاجة بيلبسها لك، وتبقى انت دايما الشماعة اللي بيعلق عليها مشاكلك، وانت الشخص الوحيد اللي بيعلق عليه المشكلة بتاعته، فتبقى انت طول الوقت ملام. وخد بالك انا لسه هرجع تاني للشخصيات دي. تالت شخصية وهي انك تكون بتتعامل مع شخصية بجد الى حد ما عندها شوية من النضج، فتفهم انت بقى، تكون بتفهم السؤال على انه لوم. طيب ازاي افرق؟ تعالوا هعمل لكم تمثيلية بسيطة كده عشان نقدر نفرق ما بين الاتنين. انا هفترض ان انت كشخص قلت لك لما يجي فلان كلمني. الجملة وقفت لغاية هنا، فهسمعها ازاي بالثلاث شخصيات؟ هسمعها بطريقة الشخص اللي بيسأل سؤال، ده الشخص الناضج الطبيعي اللي معلهوش مشاكل، بيسأل بيقول يا فلان لما فلان جه ما كلمتنيش ليه؟ ده سؤال مش لوم. الناس اللوامة دلوقتي وانت بتسمع الفيديو هتسمعها على انها لوم، هو مش لوم، هو مجرد سؤال. الشخصية التانية اللي هي الشخصية اللوامة، هو انا مش قلت لك لما فلان يجي تقول لي؟ ادي تاني شخصية. او يقولها بطريقة تانية، هو انا مش قلت لك لما فلان يجي دوت تبقى تقول لي؟ ادي كده تاني حاجة. تالت حاجة الشخصية الساخرة. ايه يا باشا، مش انا قلت لك لما فلان يجي بلغني؟ ولا انت ليك ناس وناس؟ ده الشخصية التالتة اللي هي الشخصية الساخرة. طيب كل شخصية فيهم قالت لي بطريقتها. انا اللي عندي المشكلة التلاتة بيتكلموا نفس الحاجة وانا استقبلتها بطرق مختلفة. طبعا انه ابقى فاهم انه في شخص لوام في الموضوع، برضو دي مشكلتي انا الشخصية مش مشكلته هو. انت كشخص انت محتاج تفهم ان انت محتاج توقف اللوم. انت محتاج كشخص توقف اللوم. طب انا ممكن اوقف ازاي ان اسمع الكلام بطريقة لوامة؟ اولا لازم تكتشف انك انت شخصية حساسة، والكلام معاك مهم جدا يكون بحساب. صحيح انت شخصية حلوة، اسمعوا فيديو الشخصية الحساسة، شخصية حلوة، شخصية بتفهم، شخصية عندها احساس عالي بالناس اللي حواليها وبالمشاكل وبالتعقيدات اللي ممكن تكون حواليها، لكن كمان ما تسببش ارهاق للي حواليك بسبب انك انت طول الوقت حساس، لانه ده هيعمل لود على الناس اللي حواليك. دي اول حاجة. تاني حاجة ان انت كشخص محتاج تفهم السؤال كسؤال واللوم كلوم، بس محتاج توقفه في المنطقة دي. ان انا هوقف الكلام في المنطقة دي، مش هخلي حد يدخل لغاية جوه
ويسبب لي كآبة وضيق وزهق واحساس ان انا طول الوقت مش عارفه ارضي حد ومفيش حد راضي عني، لان انا طبعا هحاول ارضي الناس محدش هيبقى راضي. ليه؟ لانه طول الوقت مين اللي هيبقى راضي؟ ما هو انا من جوايا مش عارفه ارضي اللي حواليا، وطالما بسمع الكلام على انه لوم يبقى مفيش حد هيرضى. هبقى دايما ملام، انا دايما واخد بالي ان انا ملام. ايه بقى اللي ممكن اعمله علشان ارضي الناس اللي حواليا دول؟ مش هلاقي. ليه؟ لانه طول الوقت انا بحاول اعمل حاجات بيجيلي مقابلها العكس. دي تالت حاجة. رابع حاجة، بطل انت كشخص انتقاد لنفسك. بطل طول الوقت تستنزف نفسك وطاقتك في اللوم. انت كمان كشخص انت بتلوم نفسك، بتلوم الظروف، بتلوم اللي حواليك، بتلوم حياتك، بتلوم البيئة، بتلوم اهلك، بتلوم مش طب خلاص هتلومهم على ايه يعني؟ اللوم لو كان بينفع كنا لومنا وخلصنا، بس اللوم ما بينفعش حد، لا انت ولا مستقبلك ولا حياتك ولا اي حد. خلاص اللي حصل حصل. احنا عرفنا انه في مشكلة حصلت وبنحاول النهاردة نعالجها او نوضبها علشان ما نبقاش تعبانين، او بنتعلم ازاي نتعايش معاها علشان برضو نقدر نكمل. هنفضل بقى طول الوقت لوم 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 لوم. طب وبعدين ما احنا ما خلصناش. هنخلص ونوقف الدايرة دي امتى؟ لازم انت كمان توقف الدايرة من عندك علشان ينفع تكمل حياتك بدون ما تقعد طول الوقت انك مكتئب ومش قادر تتكلم وخايف تتكلم لا تغلط فالناس تلومك او ترجع انت تلوم نفسك. اهدى على نفسك شوية او اهدي على نفسك شوية، وادي فرصة لنفسك، وادي فرصة لنفسك انك تهدى. ادي فرصة لنفسك. مش عيب انك تغلط، مش اخرة الدنيا. اغلط يا عم، اغلط يابا، اغلط 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 وتعلم من غلطك. ايه يعني لما تتلام؟ ما جراش حاجة، ما يعني ما قعدتش فوق دماغك اللوم. اللوم مش هيقعد فوق دماغك. عدي الكلام، عدي الكلام وانجز وشوف الحاجة اللي انت هتستفيد منها. يبقى هتوقف لوم لنفسك، هتوقف كلام سلبي لنفسك، هتوقف انك انت لما تلاقي حد بيلومك اسأله هو انت بتقول سؤال ولا ده بتلومني؟ لان انا بلقط الناس الحساسة وانا بتعامل معاهم، فبروح قايل لهم على فكرة ده سؤال قبل اي كلمة، على فكرة ده سؤال، علشان مش عايزة الشخص مش عايزة اخليه ياخد ويدي مع نفسه في فكرة انه نرمين بتلومني. لا، مش بلوم حد، انا مش بلومك، ده سؤال. يبقى انت لازم ترد على السؤال مش ترد على اللوم. ولو غلطت سامح نفسك، سامح نفسك. كلنا بنغلط، محدش فينا معصوم من الغلط. سلام، اشوفكم الحلقة اللي جاية. من فضلكم اعملوا فولو سبسكرايب، ولو سمحت لو انت مش مشترك اشترك، لو سمحت دعمني باي كومنت علشان انا بنبسط بالحاجات دي، ولما بشوفها بنبسط جدا. باي باي، اشوفكم الحلقة اللي جاية.